حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ميني بيتزا، بس بجد طرية وجميلة، هتعجبكم جدا. المقادير بتاعتي اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. معايا نص كيلو دقيق، معايا معلقة سكر وذرة ملح ومعلقتين زيت ومعلقة سكر، معلقة خميرة كمان يا بنات، خميرة وسكر وملح وزيت، معلقتين زيت ومعلقة سكر وذرة ملح ومعلقة خميرة. هتعجنيهم كويس جدا، تخلي العجينة معاكي طرية كده وخفيفة. وبعد ما تعجنيهم هتسيبيها تخمر وهتفرديها على الرخامة بشوية دقيق زي ما انت شايفة كده، هتمشي معاكي زي الفل. هتقطعيها بقى بكوباية بطبق زي ما انت عايزة بقطاعة، وتعملي الميني البيتزا الصغيرة دي، تدهني الصاج. الحاجات دي بصي، الكاتشب والصلصة اللي انا وريتهم لك دلوقتي هم دول اللي انا عاملة بيهم الخلطة بتاعت البيتزا. بصي في اولها حاطة ايه رأيك في البيتزا بتاعتي النهاردة؟ هتدهني الصاج دهنة زيت كده، مسحة زيت، وهتحطي الميني بيتزا بتاعتك مقطعها بكوباية. هتحطي الصلصة بتاعتك، او حتى لو مفيش خالص كاتشب والحاجات دي كلها، حطي صلصة طماطم عادية، معجون صلصة طماطم عادية. انا كان عندي سوسيس قطعته مع طماطم مع فلفل وجبنه وشويه جبنه موزاريلا كده على الوش. والله يا بنات ما اخدوا معايا طبق بحاله كده. عملت كميه كبيره حوالي 2 كيلو، وما اخدوش مني كميه جبنات وحاجات كتير. دي بقى في الافراح، في العزومات، في العيد ميلاد، بسم الله ما شاء الله عليها، تتاكل قبل الجاتوه. والله تتاكل قبل الجاتوه، طعمه جدا وجميله جدا وهشه من جوه وطريه وجميله جدا. بصوا الجمال، هي سخنه مولعه، انا مش قادره افتحها لكم، بس سخنه مولعه وهشه من جوه زي العسل. يا ريتكم تجربوها وتعملوها في العيد ميلاد وتعملوها في العزومات، هتمشي معاكم جامد وهترمي معاكم كميه محترمه. العجينه من تاني يا بنات، نص كوبايه، نص كيلو دقيق، معلقه سكر، ذره ملح، معلقتين زيت، معلقه خميره، وهتعجنيها كويس جدا. وبعد ما تخمر هترش شويه دقيق على الرخامه، وهتفردي بالمردانه بتاعتك وتقطعي بكوبايه، وتدهني صينيه دهنه زيت، وهتحطي بقى صلصه الطماطم بتاعتك او الكاتشب، وهتحطي بقى طماطم وفلفل، وعندك بسطرمه ماشي، عندك لانشون ماشي، عندك اي حاجه ماشي، وفوق الوش كده حته جبنه موزاريلا، حته جبنه رومي، هتبقى اطعم من الطعم. هتحطيها في الفرن وسط على درجه حراره 180، هتستوي في 5 دقايق، وهتعملي منها احلى عيد ميلاد واحلى عزومه واحلى حاجه. يا رب تتابعوني كده وتدعموني. عجينه البيتزا اللي عملناها دي يا بنات، لو حطيتيها شهر في التلاجة في علبه محكمه مش هيجرى لها حاجه، هتطلعيها وتشتغلي بيها برضو هتبقى زي الفل معاكي، ما بيجرالهاش اي حاجه، بالذات عجينه البيتزا. والعجينه دي ممكن تزودي لها معلقتين لبن بودره، معلقتين لبن بودره، او تعجنيها باللبن زي ما انت عايزه على حسب امكانياتك انت. هي العجينه بتاعتك اقتصاديه وهتبقى زي الفل معاكي. انت حابه تزودي لها معلقتين لبن بودره اديها، تعجنيها باللبن، ربع كوبايه لبن، مفيش مشكله.